أهلا بكم. البداية ببرقية التهنئة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله إلى السيد عبد الإله بن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية من قبل مؤتمره الوطني السابع هذا اليوم بالرباط. مضامين البرقية الملكية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. محب جنابنا الشريف الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يطيب لنا بمناسبة إعادة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية من قبل المؤتمر الوطني السابع للحزب أن نتوجه إليك بتهانئنا الخالصة مشفوعة بدعواتنا إلى الله تعالى أن يلهمك التوفيق في مواصلة النهوض بمهامك، وإن تجديد الثقة في شخصك الموقر لا يعكس مدى التقدير الذي تحظى به لدى مناضلات ومناضل الحزب اعتبارا لمسارك النضالي المتميز ولما تتحلى به من غيرة وطنية صادقة ولما هو مشهود لك به من تفان ونكران ذات في الدفاع عن مبادئ الحزب وحرص على تعزيز حضوره الفاعل في المشهد السياسي والحزبي الوطني. وإننا لواثقون بأنك بفضل ما هو معهود فيك من روح المسؤولية العالية ومن تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها لن تدخر جهدا من أجل مواصلة حزب العدالة والتنمية لإسهامه البناء مع سائر الأحزاب الوطنية الجادة في توطيد النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز الذي نقوده بحزم وثبات لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين. وإذ نطلب منك إبلاغ كافة مناضلات ومناضل الحزب قيادة وقواعد سابغ عطفنا وسامي رضانا، فإننا نسأل الله عز وجل أن يلهمكم جميعا السداد والرشاد. المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية يتوج أشغاله اليوم إذن بتجديد الثقة في السيد عبد الإله بن كيران أمينا عاما للحزب، كما تم تجديد هياكل هذه الهيئة السياسية بعد 3 أيام من الأشغال. باقي التفاصيل في روبورتاج هدى مسهل ونور الدين صابر. الأستاذ عبد الإله بن كيران حصل على 2240 من الأصوات. السيد عبد الإله بن كيران هو الأمين العام المنتخب في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية بحصوله على 85.11% من الأصوات مقابل 13.5% للمرشح السيد سعد الدين العثماني. تجديد للثقة عبر ولاية ثانية وعزم على مواصلة العمل في اتجاه إقرار سياسة لتحدي الرهانات المقبلة. طبعا هذه لحظة خاصة وفيها عواطف كثيرة، ولكن الآن الذي أستحضره هو أنها مرحلة أشعر فيها بتعزيز الثقة، أشعر فيها بحماس أكبر للقيام بالمهمة، وأشعر فيها بثقل المسؤولية بشكل أكبر، ولكن بعد ثقة الإخوان الله المستعان إن شاء الله حتى لا نخيب الظن. رشح أعضاء المجلس الوطني للحزب السابقين والجدد بالإضافة إلى السيدين عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني كل من السيدين المصطفى رميد وعبد العزيز الرباح اللذان سحبا ترشيحهما ولرجلان رؤية خاصة. رئيس حكومة استطاع أن يقود الحزب في فترة صعبة باقتدار كبير، فليس هناك ما يبرر أن نغير الفريق الرابح، خصوصا في ظرف مثل الظرف الذي يعيشه حزبنا بصفته قائدا للحكومة. حزب العدالة والتنمية أو هذه الحكومة لحظة قصيرة في عمر المغرب، يجب على هذه اللحظة القصيرة أن تنجز لصالح المغرب. المغرب هو الذي يدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المؤتمر عرف أيضا انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجدد وعددهم 160 عضوا، وهنا سجل الشباب حضورا نسبته 25% والنساء 39%. حزب العدالة والتنمية هو حزب الأقوال والأفعال، لذلك عندما قال بأنه سيسعى نحو المناصفة طبق ذلك على نفسه ابتداء من مؤتمره، فسعينا إليها برفع النسبة من 20% إلى 25%، فإذا بها تزيد عن 33% أي تقارب 40%. الحزب مقبل اليوم على مرحلة جديدة، فما هي الرهانات؟ الرهان اليوم استمرار في البناء الديمقراطي،
والتنزيل السليم للدستور. ومنتظرون أن ينتخب حزب العدالة والتنمية رئيسا لمجلسه الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة. لا تعرفون